السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، اليوم حبيت نرجع المصطلح القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. أنا عندي تعقيبات وعندي حقيقة عندي مشكل مع هذا الطرح، الخدعة والخديعة التي أسقط فيها المسلمون. القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، يعني هذا القيد وهذا الشرط الذي اشترط في الإسلام من أين أتى؟ أتساءل معكم، يعني عندي بعض التساؤلات. الإخوة الذين وعادة السلفية هم يقولون هذا كثيرا، هذا الزعم بفهم السلف الصالح. السؤال الأول: بفهم السلف الصالح، عن أي سلف نتكلم؟ قبل الكلام عن الصلاح والفساد، عن أي سلف؟ هل السلف هم الذين عاشوا 300 سنة بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني مصداقا أو تأوينا لقول النبي صلى الله عليه وآله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فاستنادا لهذا الحديث خير القرون قرني، القرن ماذا يراد به؟ هنا فيه فهمين. يعني أصل المشكلة في أصل الحديث فيه فهمين. هل يراد بالقرن الجيل؟ وتلك القرون أهلكناهم لما ظلموا في سورة الكهف. القرون تأتي دائما بمعنى في القرآن ها هنا يطلع قرن الشيطان. قرن يعني جيل، قوم. والقرن في اللسان هو الجمع بقوة. قرن الشيء يعني جمعه بقوة، يعني القوم الذين لهم قوة. فهل يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا فهم. هل يعني به القرون يعني الأجيال وهي لا تتعدى 150 أو 160 سنة، أو القرون كما يقال في الفهم الثاني الأخير القرون يعني 300 سنة؟ ثانيا، عن أي سلف صالح نتكلم؟ وقد علمنا تاريخا ودينا وفي كتاب الله أن كثيرا من سلفوا زمنا كانوا فاسدين وفعلوا الأفاعيل. فمن يحدد؟ ما هو المعيار؟ ما هو الميزان الذي يحدد إن كان فلان من السلف الصالح أو لا؟ ثانيا أو ثالثا، هذا السلف بين قوسين الصالح الذي تناحر فيما بينه إما قتالا وإما جدلا ومراء، فأكثرهم وأغلبيتهم لا يتوافقون على رأي. فإذا قال مالك قولا خالفه الشافعي، وإذا قال الشافعي قول ربما الأوزاعي خالفه، وإذا قال مثلا الليث شيئا ربما ابن حزم خالفه، وهكذا. فهذا السلف الصالح لا يستقر على شيء، وإلا لما سودت الكتب والصحائف بالآراء. فالزعم أن الذي لا يتبع بين قوسين الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وإذا جاء ونظر في ما ترك في ميراث السلف الصالح بين قوسين لا يجد إلا اضطرابا وتضاربا في الآراء. فهل هذا ينسب إلى الله ورسوله؟ لأنه إذا قيل الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله بفهم السلف الصالح، يعني السلف غير متوافق على شيء، لا يكاد يعني يتوافق على شيء حتى في القرآن الكريم، حتى وإلا لما كانت كل هذه التفاسير أكثر من 150 تفسيرا عند المسلمين، عامة المسلمين اليوم. فالقول باتباع السلف الصالح هذه مغالطة كبيرة وشنيعة، لأن السلف بين قوسين لا نقر لكم أنهم كانوا كلهم صالحون، ونعلم من كتاب الله أن أكثر الناس ليسوا بصالحين. وفيه أحاديث متضافرة وكثيرة جدا تتكلم حتى عن الصحابة والذين سيلون الصحابة ماذا سيفعلون في الإسلام. لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة إلى آخر الحديث. لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حتى لو كان قالوا اليهود والنصارى قال ومن ثم قال حتى لو كان في بني إسرائيل من يزني بأمه جهارا أو علنا لكان في أمة ما يفعل ذلك. هذا بين قوسين في أن الأمور في الدين، فما بالك في الذي طعن في الدين والإيمان والشريعة. فالقرآن والسنة حي وهلا، ولكن بفهم من؟ لأننا القرآن بين يدينا اليوم كتاب الله، ولكن وجب أن يكون كان زمن النبي صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله حي بين أظهر الناس يكلمهم ويفسر لهم ويبين لهم القرآن. ولكن لما مضى صلى الله عليه وآله عمن نأخذ الدين؟ هذا السؤال الذي يطرح.
الحقيقة الأولى أن القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، هذه العبارة هذه عبارة كيد. المراد منها السلف الصالح، بالسلف الصالح علماء الفرقة. فإذا كنت مثلا في فرقة مثلا كالسلفية أو الوهابية وقيل لك بفهم السلف الصالح، وهذه من الأعجوبات القوم أنهم يدخلون فيها يقحمون فيها ناسا ربما لعلهم أحياء أو ماتوا من قريب. مثلا يقول لك ابن عثيمين بقية السلف، يعني زادوا شيء يعني في العرض، بقية السلف. يقال لك الألباني وجب أن تتبع، عندهم يعني قائمة من العلماء الذين هم يحسبون على، لا يقولون السلف الصالح لأنهم يريدون بها الثلاث القرون الأولى أو 300 السنة الأولى، وإن خالفوا تحديدا السلفية أو الوهابية، تحديدا السلفية خالفوا كثيرا من أقوال المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، ويضربون بها عرض الحائط. فإذا حاججتهم في الدين قالوا لك نحن على، يعني هذه عبارة فارغة ليس فيها شيء. فإذا كنت مالكيا اليوم، ولست مالكيا، ولكن إذا كنت مالكيا وحاججت سلفيا وقال لي سلف صالح، فأقول له مالك إمام دار الهجرة كما يسمى، فسوف ترى كيف يعني يتقلب ويشمئز من هذا القول، لأن في ذهنه السلف الصالح ليس مالك حقيقة. لعله يقولها تقية، ولكن أصل اعتقاده بين قوسين هو لا يظن أن مالك من السلف الصالح. السلف الصالح هم الذين قالوا عن أنفسهم، الذين يدعون بطريقة غير مباشرة أنهم سلف صالح أو بقية سلف، يقولون عن أنفسهم، يعني يزكون أنفسهم ويزكون بعضهم البعض أنهم هم السلف الصالح. فالقول بفهم السلف الصالح هذه فيها مغالطة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنك إذا علمت أن بفهم السلف الصالح لا معنى لها تاريخا ودينا وديانة، فالسؤال مطروح: من هم السلف الصالح؟ لابد إن الله جعل في هذه الأمة من يحمل الدين ومن ينشر الدين ومن يتعلم الدين ومن ينشره. تكلمت يعني من قبل عن التضارب في الآراء. مستحيل أن يكون كلام رب العالمين وعمل النبي صلى الله عليه وآله متضارب، مستحيل مطلقا، لأن الرب واحد تبارك اسمه، والنبي واحد، والقرآن واحد، والنهج واحد، فكله متماسك، كله يصدق بعضه بعضا. فأين فهم النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا السؤال الأول. فأين فهم النبي صلى الله عليه وآله للقرآن؟ إذا فتحت اليوم البخاري أو مسلم أو أي كتاب تفسير، يعني تقريبا على الحاشية في أواخر الكتب تجد كتاب تفسير القرآن، فلا تجد إلا اليسير من تأويلات الكتاب على لسان نبي الله. أين تأويل القرآن من نبي الله الذي أنزل عليه القرآن؟ هذا السؤال الأول. لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف كما يعرف بالقرآن، فهو نبي مرسل رسول، وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كلام الله تبارك اسمه. فأين تأويل النبي صلى الله عليه وآله لهذا القرآن؟ السؤال الثاني الذي يدمج تحت هذا السؤال: أين الذين نقلوا عن نبي الله صلى الله عليه وآله تأويله للقرآن، فهمه للقرآن، أو الوحي الذي أفهمه الله سبحانه وتعالى به القرآن؟ أين هو؟ إذا قلت هذا موجود في بطون الكتب، في أمهات الكتب التفسير، هذا كذب، لأن الكتب متضاربة في الآية واحدة ربما على الأقل 10 تأويل، وقيسوا على ذلك في كل القرآن، كل آية لا يكادون يستقرون على شيء، ناهيك عن الإسرائيليات والكذب والخزعبلات التي أدخلت وأقحمت في هذه الكتب. فمن الذي حمل عن نبي الله صلى الله عليه وآله تأويله لكتاب الله؟ أنا سأعطيكم الشفاء والدواء الشافي لكل هذا من فم نبي الله صلى الله عليه وآله. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا من بعد أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح. لا، ليس هكذا الحديث. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعطرة آل بيتي. وعطرة آل بيتي يعني خاصتي، آل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وإنهما لن يتفرقا، الكتاب والعطرة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعطرة آل بيتي. وفي مسند أحمد: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله القرآن وعطرة آل بيتي. فهؤلاء السلف الصالح الذي يؤخذ عنهم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين. والسلام عليكم.